كلنا بنقدر العلماء ومجهوداتهم في الاكتشاف وانهم بيقدموا نفع للبشرية، بس جاي النهاردة احكي لكم عن مجموعة علماء نفذوا تجارب علمية خطيرة يتقال عنها انها انتهاك لحقوق الحيوان والانسان كمان. اول تجربة معانا هي تجربة قتل الفيل توسكو. التجربة دي اتعملت بدافع الفضول العلمي رغم انها ملهاش اي 30 فايدة. سنة 1962 في مدينة اوكلاهوما 3 علماء حقنوا الفيل توسكو بمركب LSD. هو مركب قلوي وملوش ريحة لكن بيسبب هلوسة شديدة، وفعلا اصيب الفيل المسكين بالجنون المؤقت وبدأ بافراز مادة لزجة من الغدة الصدغية وبعدها مات. تاني تجربة هي تجربة برنامج النفور. التجربة دي نقدر نقول عليها جه كحالها عماها. مجموعة علماء كانوا رافضين لفكرة المثالية الجنسية لدرجة انهم كانوا شايفين انه مرض عقلي وممكن يتعالج، وبالفعل اسسوا برنامج اسمه النفور من سنة 1971 لسنة 1989، وكان البرنامج تحت اشراف فريق الطب النفسي بالجيش في جنوب افريقيا، وكان على رأسهم اوبري ليفن اللي نفذ عمليات تعذيب كانت قايمة على منهج ودراسة هو حطها بنفسه، وصعق بالكهرباء واخصاء كيميائي لحوالي 1000 شخص. وبعد ما خلص التجربة دي تم اتهامه بانتهاك حقوق الانسان واتسجن. التجربة الثالثة هي تجربة إدجويت. كان الهدف من التجربة انهم يتعرفوا على المواد الكيميائية واثرها على البشر وقت الحروب. بدأت التجربة انهم اخدوا عينة من الجنود مكونة من 5000 ل 7000 جندي، واستمرت التجربة دي من سنة 1955 لسنة 1975، واشترك الجنود في التجربة من غير ما يعرفوا عنها اي حاجة. وبالفعل تم احتجاز المتطوعين في معسكر للجيش قريب من خليج تشيزابيك. المحظوظ فيهم اخد مادة الكافيين، ولكن الاغلبية تم رشهم بمواد LSD او BCB ومادة البيزات، وهي مواد بتسبب الهلوسة. وبعدها حطوهم في حروب وهمية، وبدأ القائمين على التجربة في مراقبتهم علشان يسجلوا النتائج، وبالفعل مات كتير منهم وعانى الباقي بأمراض خطيرة بعد انتهاء التجربة. والتجربة الرابعة معانا هي تجربة تاسكيجي، وهي من التجارب العلمية التي لا تمس للأخلاق بأي صلة، واللي تم تمويلها من الحكومة الأمريكية من سنة 1932 لسنة 1972، واللي تم تنفيذها على الأمريكيين اللي من أصل إفريقي. العنصرية في أبهى صورة علشان يوصلوا لعلاج لمرض الزهري. وحتى بعد ما العلماء اكتشفوا ان البنسلين بيعالج المرض استمروا في التجربة الخطيرة دي. الغريب ان المرضى ما كانوش يعرفوا انهم مصابين، لان الاصابة كانت بسبب حقنهم بدم ملوث بالفيروس، وكان هدف التجربة معرفة تطور المرض ومراحله وايه اللي هيحصل لو اتساب المرض من غير علاج لفترة طويلة. وبسبب التجربة الغير آدمية دي مات كتير نتيجة لمضاعفات المرض، وبعد سنين دفعت الحكومة للضحايا مبلغ 9 مليار دولار، واعتذر الرئيس بيل كلينتون عن التجربة. وهنختم بالتجربة الخامسة وهي أشهر تجربة نفسية لحد النهاردة، تجربة سجن ستانفورد. أكتر التجارب اللي العلماء المهووسين بفكرة الفضول العلمي بينفذوها بتكون في السجون علشان يمارسوا طقوسهم العلمية الغريبة، وكمان يقدروا يخفوا أي حاجة لو فشلت من غير ما حد يحس. في سنة 1917 أستاذ علم النفس فيليب زيمباردو من جامعة ستانفورد حط 24 طالب في اختبار سلوكي ونفسي. حط نص الطلاب سجناء والنص التاني خلاهم حراس في سجن مؤقت في الدور السفلي من الجامعة. وبعد يومين بدأ الحراس في ممارسة السلطة على السجناء ويعاملوهم بطريقة وحشية، وده سبب ثورة السجناء بسبب معاملة زمايلهم التانيين لحد ما خرجت الأمور عن السيطرة تماما. وده زود أفعال الحراس لدرجة أنهم أجبروا السجناء على أنهم يناموا عريانين. وكانت خلاصة التجربة أن الأشخاص الطبيعيين بيستسلموا لغرائزهم الوحشية وأفكارهم الشيطانية لما بيكون معاهم السلطة. علشان كده بقولك ما تنفخش البالونة أكبر من حجمها علشان ما تفرقعش في وشك. وكلامي هنا مش على البالونة. ولو لسه بتشوف الفيديو لحد دلوقتي وحابب نتكلم عن تجارب تانية حط اللايك والتعليق واعمل شير علشان نفضل نجيب الكلام اللي بين السطور.